في سر غريب بيخلي قلبنا يتخطف لما نشوف منظر جبنة سايحة في كل الأكلات، خصوصا في وصفة النهاردة الكوردن بلو. الطبق ده أنا بسميه السهل الممتنع رغم سهولته، لكن فيه تريكات كده لازم تخلوا بالكم منها علشان ينجح معاكم إن شاء الله 100%. وهنعمل معاه ريزو تحفة بالرز المصري، وهيطلع معاكم مفلفل وطعمه يجنن. وهقول لكم ازاي كفر الكوردون بلو ما يفكش منكم ابدا وانتم بتحمروا الفراخ. مكونات الفراخ هتفضل جوه الكوردون بلو، وهتطلع الفراخ معاكم مستوية وجوسي، طعمها يجنن واحلى مليون مرة من اللي بتشتروها من المطاعم. كل ده بسعر بسيط جدا، وكمان هنحضرها من غير ما تضطروا تسيبوا الفراخ مدة كبيرة في التتبيلة. يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. ولو عندكم أي سؤال يا ريت تكتبوه، وأنا يشرفني جدا إن أنا أرد عليكم. أول حاجة هحضر كمية من شرايح صدور الفراخ، وهقطعهم بحيث كل قطعتين يكونوا قد بعض. بشاكوش المطبخ أو بالمردنة هدق على الصدور، بس من غير ما أقطع أنسجة الفراخ، أنا بس عايزة أرفعها شوية. بص رفعتها من غير ما أقطعها، حطيتها في بولة وأحضر لها التتبيلة. عندي بصلة مبشورة هصفيها من المية، مش هرمي مبشور البصل علشان هعمل بيه الريزو. ضفت عليه نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، وقلبتهم. ضفتهم على شرايح الفراخ، غطيت الفراخ وحطيتها في التلاجة لحد ما احضر كفر كوردن بلو. عندي بقسماط جاهز، انا بحب استعمله علشان بيكون طعمه جميل جدا، وبيكون متبهر جاهز بالسمسم وحبة البركة. بيكون طعمه يتجنن لما بيتحمر مع كوردن بلو. طحنته في الكبة لحد ما بقى مطحون ناعم. حطيت البقسماط المطحون في بولة، وبولة تانية حطيت كوباية من الدقيق، وكمان حضرت حبة من البيض عليها رشة ملح وفلفل أسمر. خفقتهم كويس. على البلانش حطيت شريحة من الفراخ وعليها قطعتين من السلامي، ممكن البيبروني أو اللانشون حسب المتاح عندكم. حطيت عليها شوية من الموتزاريلا، قفلت عليها بقطعة تانية من الفراخ تكون قدها تقريبا. حطيتها في الدقيق، غطيتها بالدقيق كويس، بعدين نزلتها في البيض، وبعدين في البقسماط. مهم جدا ان احنا نضغط عليها كويس قوي وهي في البقسماط. وهكرر ده مع بقية الكمية، دقيق وبعدين بيض، وبعدين بقسماط. ولما خلصت الكمية كلها حطيتها في التلاجة لحد ما اعمل الرئيس. حطيت معلقتين كبار من الزيت عليهم البصل المبشورة، سبتها لحد ما البصل يغير لونه ويتحمر. ضفت عليهم مكعب مرقة
ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الكركم. هقلبهم كويس لحد كده البهارات ما أشم ريحتها. ونزلت عليها بكوباية وربع من الرز المصري المغسول المتصفي كويس، وهقلبهم لحد ما اتأكد ان كل حباية رز اتغلفت بالزيت، علشان لما الرز يستوي ما يكونش فيه اي تكتلات. ضفت على الرز المية المغلية بحيث يكون اعلى من سطح الرز بعقلة صباع. حضرت معلقة صغيرة من الكاتشب، معلقة صغيرة من الهوت صوص، معلقة صغيرة من الباربيكيو. كل ده نقدر نستغنى عنه بمعلقة صغيرة من الصلصة عليها معلقة صغيرة من العسل الأسود. ضفتهم للرز وقلبته كويس. لما المية اتبخرت نقلت الرز على نار هادية وغطيته لحد ما يستوي. في طاسة صغيرة حطيت كمية وفيرة من الزيت، ولما اتأكدت ان الزيت سخن كويس نزلت عليه قطعة واحدة من الفراخ وهسيبها لحد ما تقفل المسام بتاعتها، واخلي النار المتوسط. هستنى لحد ما الاقي الجزء الملامس للطاسة بدأ يغير لونه. قلبت الكوردون بلو، بصوا القشرة ما فصلتش مني ازاي، والمكونات فضلت جواها، مفيش اي حاجة حصلت. بستعمل طاسة صغيرة علشان لازم الزيت يكون وفير في الطاسة، وفي نفس الوقت مش عايزة أهدر كمية كبيرة من الزيت، فالطاسة الصغيرة بتكون مناسبة جدا. نزلت بالقطعة التانية من الفراخ. أهم حاجة الزيت يكون غزير وسخن، لكن أول ما أنزل الفراخ بهدي النار للمتوسط. رفعت القطعة التانية، بصوا مقرمشة ازاي ولونها دهبي يجنن. هنزل القطعة التالتة. لو الطاسة اللي هتستخدموها ينفع تنزلوا فيها قطعتين من الفراخ تنزلوا قطعة بعد قطعة، علشان لو نزلتوا القطعتين مع بعض هتبردوا الزيت، وده هيخلي الفراخ تجيب ميتها وتفك منكم. وبرضه ما بقلبهاش اول ما بنزلها، بسيبها شوية لحد ما اتأكد ان المسام بتاعت الفراخ اتقفلت. كمان عشان هي لما بتقفل المسام بتاعتها بتقفل على المكونات اللي جوه الكوردون بلو، مفيش حاجة بتطلع بره. رفعتها من الطاسة، بص لونها دهبي يجنن. ودي القطعة الرابعة، انا عملت 4 قطع. ما شاء الله القطعة بتكون كبيرة ما شاء الله، مش محتاجين نعمل كمية كبيرة. حطيت الكوردون بلو في طاجن وحطيت عليه موتزاريلا، واحطهم في الفرن تحت الشواية بس لحد ما الجبنة تاخد لون. تقدروا تقدموها من غير ما تحطوها في الفرن، بس بصراحة الخطوة دي في الفرن مع الموتزاريلا بيدوا طعم غني أكتر. الرز استوى ما شاء الله، مفلفل وسخن وريحته تجنن ويتاكل كده لوحده. طلعت الطاجن من الفرن، الجبنة أخدت لون حلو جدا. حط على الفراخ، بصوا بقى الفراخ مستوية قد ايه وجوسي، والجبنة عطتها طعم لذيذ وناعم. طعمها بجد يجنن، مش هتاخد معاكم وقت كتير. نفس الطريقة اللي احنا عملناها دي ونفس التتبيلة تقدروا تعملوا بيها الفراخ البانيه، وعمر الكفر ما هيفك منكم أبدا، ولا الفراخ هتطلع معاكم نية، بالعكس هتكون مستوية وتحفة من الجمال. لو مش حابين جنبها رز تقدروا تحمروا بطاطس، تقدروا كمان تعملوها من دلوقتي وتحطوها في الفريزر لرمضان،
طبق سريع ومنجز ومش بياخد وقت وطعمه في منتهى الجمال، بجد طعمه بيكون هايل. كلموني بقى عن جمال الطبق والألوان، شكله يجنن وطعمه يخطف القلب. قدمت معاه كمان كاتشب بيبقى طعمه لذيذ قوي معاه. طب شايفين الألوان؟ طب شايفين الجمال؟ طب شايفين الريحة؟ الطبق ده في المطاعم بيتقدم بمبلغ وقدره، لكن في البيت مش هيكلفكم كتير ولا هياخد منكم وقت طويل، بالعكس مش بياخد وقت خالص. وبألف هنا على قلبكم.